عادل، نهاية المسار البطولي للفريق الوطني اللي رفع رؤوسنا في دولة قطر. وليد، ما يمكن إلا أن نشيدوا نهنيوكم على هذا المسار البطولي اليوم. شفنا العيال الكبير لأنه ماشي مسألة تلعب 7 ديال الماتشات في لو تخي هو نيفو في لا كوب دي موند قدام مجموعة من أفضل المنتخبات في العالم، وهذا بان واضح اليوم. لا سالينا شوف اللي فرحان انا سورتو على الدراري احتاو لو ماكسيموم ماتوا في التيران. شفتي سالينا ببانون وامرابط في الشارنيير سنترال، بزاف دي بليسي، بزاف د لا فاتيغ. الماتش 7 ماشي سهل، تا حكيم تا اشرف في الاخر كان بزاف د العيا، وحطينا الدراري اللي باش يعاونونا. مي اون اي تومبي سور اون ميور ايكيب تكنيكمون. Ils étaient bien organisés, شبروا الكرة. Nous on a donné notre maximum et on les a fait douter jusqu'à la dernière seconde. Je pense qu'on a laissé une bonne image. On تعلمنا بهذا لو تورنوا باش نجوا encore plus fort مرة أخرى. خصنا نعرفوا حنا في متعة دانا ملي كتكون في لي 4 ميور زيكيب ديال العالم، خصك تفرح، خصك تقول الحمد لله وتزيد تخدم. هذا الشيء اللي غنديرو. أكيد وليد، ضحيتوا في مونديال كأس العالم هنا في قطر، كل شيء كيرفع لكم القبعة، ماشي كنجاملك مي ود البلاد اللي هز الرايه ديال البلاد عاليا. شنو الرساله اللي تقول للجمهور اللي غادي يتسناكم ان شاء الله مجرد وصولكم للمغرب؟ هو تجمعنا شهر هاد الكره جمعتنا بحال عائله، بلاد كامل فرحوا معنا، حطينا الماكسيموم. بحال اللي قلت مره اخرى يسمحوا لنا على هاد جوج ماتشات الاخرين بحق الدراري يتقاتلوا، ما عندي ما نقول. وشفتوا والروح اللي عندهم، ماتوا على القميص ديال المغرب، وهذه اللي مهمه الروح ديالهم. عارفين دابا ملي كيجوا يلبسوا هاد القميص يتقاتلوا، وهذا الشيء اللي كنا بغينا. وفوالا ما كتبناش خصنا نتعلموا من هذا الشيء ان شاء الله.